كنبداو الفيلم ديالنا مع تايلر، وتايلر راه كان جندي في القوات الخاصة من قبل، ودابا راه في مهمة في بنغلاديش في وسط معركة خطيرة بينه وبين واحد العصابة. ولكن مع الأسف الجسد ديالو كامل كان مضروب، وما بقاتش حتى شي بلاصة صحيحة، وكانوا دايرين بيه أفراد العصابة. واللي زاد المشكلات كبار، ما قدرش يتحرك حيت تصاب في رجليه. ونرجعوا دابا للور باش نوريكم أشطاري يومين قبل من هاد الشيء. كنمشيو للهند بالضبط لواحد الثانوية مع واحد الولد سميتو أوفي، كان راجع من المدرسة وراكب في واحد الطوموبيله، ولكن ما مشاش للدار نيشان، بدا مع صحابه وخرج معاهم شويه. منين رجع للدار لقى واحد المشكله كبيره كتسناه. راف كيتعصب عليه حيت ما رجعش للدار نيشان. راف هو اللي مقابل اوفي، وفي نفس الوقت مقابل حتى الاعمال ديال بات اوفي، وان الوالد ديال اوفي كان اكبر تاجر مخدرات في الهند، وهذا الشيء علاش جاب راف باش يحمي ولده من اي خطر. ورغم ان اوفي كانت عنده ثروه كبيره وعايش في الرفاهيه، الا انه ما كانش فرحان بها حيت باه كان داير عليه قيود وما مخليش يعيش بحريه. الحريه دي ما كانت حاجه كيتمناها اوفي. وفي واحد الليله هرب من الدار ومشى يتلاقى مع صحابه في واحد البلاصه سميتها ملهى ليلى. من بعد ما جلس شويه خدا معاه واحد من صحابه ومشى ورا الملهى وشعل سيجاره ديال المخدرات. شويه مالين الوقت وقفوا عليهم، ولكن اللي ما كانش عارفه اوفي هو ان هاد البوليسي كانوا فاسدين وعندهم بزاف ديال الاعمال خايبه. وما كملاش الثانيه حتى خرج واحد البوليسي فردي وقتل صاحب اوفي قدام عينيه، طلقه وحده في راسو. من بعد خطفوا اوفي ومشاو به. نهار الثاني راف مشى عند بوت اوفي اللي كان محبوس في الحبس، واول ما سمعوا الخبر اختطاف ولده تعصب بزاف وبدا كيغوت على راف حيت ما قدرش يدير خدمته ويحمي اوفي، ورفض يعطيه الفلوس اللي كانوا طالبينها المجرمين حيت كاع الثروه ديالو والممتلكات كانت محجوزه من طرف الحكومه. حتى الفلوس اللي يخلص بها شي راجل باش يعاونو ما بقاتش عنده. الوالد ديال اوفي بغا راف هو يحرر ولده وهددو بكل وضوح: الا ما حررتيش لي ولدي غادي نقتلك ونقتل حتى ولادك. ومن بعد ما سمع التهديد راف رجع للدار مع مراته، وكان باين عليه الخوف من الهضره اللي قال لها الرئيس ديالو. بدا كيهضر معاها وكيقول لها: ما عنديش الفلوس باش نخلص شي واحد يعاونني في هذا المشكل، ولكن عندي خطه غادي توفر علي شويه ديال الفلوس وفي نفس الوقت نقدر نخلي شي ناس يخدموا معايا. من هنا كنمشيو لاستراليا وكنشوفوا تايلر جالس مع صحابه كيشرب وكيضحك معاهم. وشويه وقف من بلاصتو ومشى نقز من فوق الجبل للبحيره وبقى في قاع البحر غاطس حابس النفس بحال بغى ينسى شي حاجه اللي ما غاديش تنسى ليه. وبدات كتجي الذكريات من الماضي. ومنين رجع للدار ديالو لقى واحد الطياره هليكوبتر نازله حدا الدار ديالو، وحده سميتها نيك كانت كتساينو باش تهضر معاه في موضوع مهم. ملي تقابلوا نيك بدات تهضر معاه على مهمه جديده وهي اعتق ولد زعيم كبير في شبكه تجاره المخدرات في الهند. والولد اللي خاصهم يعتقوه هو اوفي، واللي خطفوا واحد سميتو امير زعيم عصابات خطير في بنغلاديش وكيعتبر منافس مباشر لبات اوفي في التجاره ديال المخدرات. نيك كملت هضرتها وقالت ليه ان اوفي دابا راه موجود في مدينه داكا العاصمه ديال بنغلاديش. ومنين سمع تايلر اسم داكا قال لها بالزربه على الزميل قديم كيعرفوه سميتو جاسبر، حيت جاسبر كيسكن تماك. ولكن نيك فاجأته وقالت ليه ان جاسبر تقاعد شحال هادي ما بقاش خدام في الميدان. قرر ينفذ العمليه ويعتق اوفي، وفي نفس الوقت رافي حتى هو كان كيتجهز باش يدير اللي عليه وينقذ ولد الرئيس ديالو. من بعد تايلر كان غادي لداكا باش يبدا عمليه الانقاذ، وكيف ما وصل بدا كيناقش مع نيك والفريق ديالو تفاصيل العمليه. جمعوا ريوسهم كاملين وبداو كيدرسوا جميع الاحتمالات باش يخرجوا بافضل خطه ممكنه. وفي نفس اللحظه كانوا كيراقبوا تحركات رجال امير بدقه كبيره. وفعلا المهمه بدات وتايلر خدا الموقع ديالو، لكن شويه رجال ديال الامير هجموا عليه وخطفوه بسرعه. منين فاق لقى راسو في بلاصه ما عرفاش ودايرين به رجال العصابه. اول ما حيدوا الغطاء من على وجهه بدا كيسولوا على الفلوس. تايلر جاوبهم بصراحه وقال لهم بالحرف: ما كاين حتى فلوس حتى نشوف اوفي بعيني وما تكون طاريه ليه حتى شي حاجه. وفعلا جابوا ليه اوفي ووراوه ليه، وتايلر تاكد انه مازال حي وبخير. ولكن في هذه اللحظه واحد من صحاب تايلر دخل للبلاصه وبدا كيطلق قرطاس على الرجال ديال الامير وكيقتل فيهم واحد ورا الاخر. وهذا الشيء عطى فرصه لتايلر باش يحرر راسو. خطف السلاح من واحد منهم وبدا يقتل فيهم طايح كثر من نايض. من بعد دخل عند اوفي فكو وخداه معاه باش يهربوا. وهنا كنكتشفوا المفاجاه: هادشي كامل كان مخطط ليه من البدايه. تايلر كان متعمد يخلي رجال الامير يخطفوه باش يديوه مباشره للبلاصه اللي شادين فيها اوفي باش يقدر يوصل ليه بلا ما يضيع وقت بزاف. من بعد كنمشيو للامير زعيم العصابه وكنشوفوه واقف قدام بزاف ديال الدراري صغار اللي خدامين معاه.
وكان كيشك في واحد منهم باللي دار شي حاجه ماشي هي هذيك. وبلا ما يتاكد من الصحه ديال الخبر شد واحد من الدراري ورماه من فوق السطح قدام كلشي كمثال ليهم باش يخوفهم حتى قبل ما يتاكد واش الخبر صحيح ولا لا. ومن بعد عرفوا ان السارق الحقيقي كان سميتو فرهاد امير مرحموش، وقال الفرهاد يقطع جوج من صباعه من اليد ديالو كعقوبه على السرقه. ولكن قبل ما فرهاد ينفذ العقوبه شي حد جا عند امير. اللي دخل عند امير كان العقيد رشيد قائد الشرطه المحليه، وجاي يخبروا باللي راه اوفي راه هرب. امير من يسمع الخبر كعب بزاف وطلب من العقيد رشيد يزيد من الحراس على جميع المداخل والمخارج ويأمن الطرق وحتى القنطرات باش يمنع اي محاوله الهروب من المدينه. كان رجعوا لتايلر اللي كان في طريقه لنقطه اللقاء، لكن وقف شويه باش يبدل حوايجه ويجهز راسو هو اوفي. في هذا الوقت نيك وصحاب تايلر كانوا كيتسناو في البلاصه اللي متفقين عليها وكيتواصلوا مع راف باش يدفع الدفعه الاولى من الفديه، حيت تايلر كان على استعداد يسلم لهم اوفي في المكان ديال اللقاء. واحد شويه وقعت واحد الحاجه ما كانتش في الحساب. الفريق ديال تايلر اللي كان كيتسناه هجموا عليهم من طرف شي راجل ما معروفش، والهجوم كان عنيف بزاف، عدد كبير منهم تقتل وحتى القناص اللي ساعدهم في البدايه مات وسط المعركه. وفي هذه اللحظه نيك فاش شافت اللي وقع فهمت ان كاينه شي خيانه واقعه، واللي هجم على الفريق تايلر ما كانش عدو من العصابه بل كان واحد من الرجال ولد اوفي. والمصيبه الكبيره راه كان هو راف، هو اللي هجم عليهم براسو وقتل كل الفريق تقريبا. تايلر ما كانش فاهم في الاول، ولكن الحقيقه بانت راف كان مضطر يدير هذا الشيء حيت ما عندوش الفلوس اللي اتفقوا عليها وكان غادي في الخسران. والحل الوحيد اللي عنده يقتل تايلر وياخذ اوفي صحه عليهم. وفي نفس الوقت العقيد رشيد قدر يحدد الموقع ديال تايلر هو اوفي، وبعث الرجال ديالو باش يصيدهم ويقتلوهم حيت كان كينفذ الاوامر ديال الامير اللي ولا ساخط على الوضعيه بعد ما عرف باللي هرب اوفي. دابا تايلر لقى راسو محاصر من جوج جهات، من الرجال ديال رشيد ومن الجهات ديال راف اللي باغي ياخذ اوفي باي طريقه. واخا الحصار تايلر قدر يوقف قدامه ويقتل عدد كبير من الرجال ديال الشرطه، لكن ما طولش بزاف حتى تواجه هو وراف راس في راس وبدات بيناتهم معركه صحاح يدي اوفي. وشويه في وسط هذه المعركه العنيفه جات الطوموبيل بسرعه كبيره ودخلت في تايلر بكل قوه وجابته على الارض. وهكا عطى راف فرصه ذهبيه استغل اللحظه وهجم على رجال العقيد رشيد وقدر يحرر اوفي منهم قبل ما يختطفوه من جديد. لكن قبل ما يلحق يهرب تايلر رجع له ما مفاكش معاه وضربوا بالطوموبيل وراف طاح في الارض وعيط على اوفي وقال ليه يركب معاه وهربوا بجوج من البلاصه. اول ما خرجوا من دائره الخطر تايلر شد طريق لواحد البلاصه عارفها غير هو، من بعدها هو اوفي نقزوا من الطوموبيل وخلاوها تمشي بوحدها حتى تصدمات في الطوموبيلات الاخرين والانفجارات. تايلر كان دار هذه الخطه عن قصد باش يشتت الانتباه ديال رجال امير ويخليهم يظنوا ان تايلر واوفي ماتوا تما، وبالتالي يكسب وقت كافي باش يقدر يتحرك بحريه هو واوفي بلا ما يعرفوهم فين مشاو. ومن بعد كنشوفوا راف واللي كنكتشفوا انه ما ماتش باقي عايش. ماشي غير هكاك قتل واحد من الناس اللي كانوا في طريقه وخذ طوموبيل باش يبدا يقلب على اوفي من جديد. ومن الجهه الاخرى منين وصل الخبر للامير ان اوفي فلت من يديهم مره اخرى زاد تعصب اكثر من ما هو معصب، وامر العقيد رشيد يجمع كاع الرجال اللي عنده باش يلقاو اوفي ويقتلوا تايلر وما يحنوش فيه. من الجهه الاخرى بعد ما وصل تايلر لبلاصه امنه اتصل مع نيك وشرح لها كاع داكشي اللي وقع ليه. نيك ردات عليه وقالت ليه ان راف اللي كيلاحقهم راه جندي سابق في القوات الخاصه بحالو بحال تايلر بالضبط، وعطاتو خبر بانها كتوجد طياره هليكوبتر باش تديها لعنده. نيك نصحاتو يخلي اوفي ويرجع بوحديته حيت هما ما خداوش الفلوس ديالهم، ولكن تايلر رفض بكل جرأه حيت في بالو دائما ولده اللي مات من السرطان ما قدرش ينقذه وبغى يدير اوفي بحال ولده ويحميه. وفي نفس الوقت من الجهه الاخرى كان راف مريض ومصاب بجروح خطيره، وهذا الشيء خلاه يتصل بمراته ويبلغها على الحاله ديالو وقال لها بصراحه انه ضحى بنفسه في المهمه وطلب منها تهرب تاخذ الاولاد ديالهم وتبعد من تما بالزربه. من بعد نيك عاودت اتصلت بتايلر وبلغاتو بالنقطه اللي غادي تهبط فيها الطياره وكانت قريبه من واحد الجسر. تايلر خدا اوفي وركبوا السياره باش يمشيو لهاد النقطه، ولكن اول ما بداو شادين الطريق طلع لهم فرهاد واحد من الدراري الامير وهو اللي كان المفروض الامير يقطع ليه صبعانو. فرهاد كان باغي يبين للامير دا معاه مجموعه من الدراري وهاجموا على تايلر واوفي، لكن تايلر كان ذكي وقدر يتخلص منهم كاملين وهرب منهم بسرعه. من بعد اتصل بجاسبر صاحبه القديم ومشى يتخبى عنده هو باوفي. وفي الليل جاسبر خرج باش يدير شي شغل كان عنده، وفي هذا الوقت بدا تايلر يهضر مع اوفي وحكى ليه على ولده اللي مات بالسرطان واللي خلاه يحس بالمسؤوليه كبيره تجاه اوفي، وقال ليه من ذاك النهار كيحس بالذنب
حيت ما كانش حداه وفي الجنب ديالو في الوقيته اللي خاصو يكون فيها حداه، ما قدرش يدير الدور ديال الاب اللي كان خاصو يدير، وهذا الشيء اللي خلاه متمسك باوفي بزاف. اوفي كان كيحز تايلر وبقى كيواسي على اللي صرا ليه. من بعد جاسبر رجع من البلاصه اللي كان فيها، تايلر حس بشي حاجه غريبه وماشي هي هذيك، وبدا يهضر معاه حتى اكتشف ان جاسبر خانو وباللي كيخدم مع امير. تايلر عرف ان امير دار مكافاه 20 مليون دولار لاي واحد يرجع لي اوفي، وجاسبر يحاول يقنع تايلر يقسموا الفلوس بجوجهم الا رجعوا اوفي الامير، لكن تايلر رفض العرض ديالو وتعصب من هضرته وبدات بيناتهم معركه عنيفه. جاسبر كان قوي بزاف وخنق تايلر، كان علين يقتلو، ولكن في الوقت المناسب اوفي جا ودخل ينقذ تايلر وضرب جاسبر بقرطاسه في قلبه وقدر يحتك تايلر من الموت المباشر. تايلر وراف تلاقاو وتفاهموا وتعاونوا مع بعض باش ينقذوا اوفي ويخرجوه من داكا. الخطه كانت واضحه، تايلر غادي يشتت الانتباه رجال الامير ويجذبهم ليه، وفي نفس الوقت رافو اوفي غادي يهربوا لنقطه الالتقاء فين طياره الهليكوبتر كتسناهم. من بعد ما هرب رافو اوفي، تايلر غادي يهرب ويجي لعندهم بسرعه. في النهار الثاني تايلر بدا يهاجم في رجال الامير وكيشغلهم وكيلاهيهم، ورافو اوفي استغلوا الفرصه وهربوا بالطوموبيل ديالهم. في الجهه الاخرى نيك كانت موجده سلاحات باش تساعد تايلر. نجح اوفي وراف انهم يوصلوا للجسر، ولكن لقاو رجال العقيد رشيد كيتسناهم تما، وقفوهم على الفور حيت شكوا فيهم من اللباس ديالهم. في هذه اللحظه راف شد السلاح ديالو وبدا يطلق النار على الرجال ديال رشيد بشراسه، كان كيحاول بكل ما يقدر يحمي اوفي. ولكن الامير لاحظ ان كاينه شي حاجه غريبه كتوقع في الجسر، وامر رشيد يرسل تعزيزات في المنطقه. تايلر بعد ما قتل كل رجال رشيد اللي كانوا مهاجمين عليه والهاجم كيموت شراح، مشى لجهه الجسر باش يكمل الخطه. في نفس الوقت نيك ورجالها وصلوا للجسر وبداو يتقاتلوا مع رشيد والرجال ديالو، وكانت المعركه قاصحه. جات هليكوبتر تابعه لرشيد ولكن ما بقاتش بزاف حيت الطياره كانت معرضه لهجوم صاروخي، والصاروخ ضرب الطياره وفجرها. هذا الانفجار خلى رشيد يتدخل بنفسه وشد القناصه ديالو وضرب الطيار المساعد اللي كان في الطياره اللي مع نيك والزملاء ديالها، وقتل حتى راف اللي كان حدا الشاحنه في الجسر. المعركه على الجسر كانت مرولة بزاف، وتايلر ما استسلمش وخا لولا الظروف اللي تعرض ليها، كان كيتقاتل بكل قوه باش ينقذ اوفي. في نفس الوقت مواجهه بين العقيد ونيك، والرقيب حاول يقتل نيك برصاصه في الراس، لكن نيك كانت سريعه عليه وتلقات عليه قرطاسه في رقبته وقتلاتو قبل ما يقدر يكمل العمليه. وتايلر بمساعده ديال نيك، تايلر صيفط لهم اوفي وبقى كيقتل كل الرجاله ديال رشيد اللي كانوا في المنطقه. بعد ما قضى عليهم بدا جاي جيتهم باش يركبوا في الهليكوبتر ويهربوا في حالاتهم، لكن شويه فرهاد بان من ورا ديال تايلر طلق عليه طلقه في رقبته. تايلر وقف يشوف اوفي وبدا كيسترجع الذكريات مع ولده اللي توفى بالسرطان، وبقوه الضربه وقع في البحر. اما اوفي قدر يهرب مع نيك ورجعوا للهند سالمين. داز دابا 9 شهور، شفنا اوفي وهو راجع لحياته الطبيعيه في المدرسه وبدا حياه جديده. اوفي كان غادي يجي في الحمام السباحه ونقز في الماء باش يتدرب على التنفس تحت الماء، وبقى فيه شويه كيف ما كان كيدير تايلر من قبل. ونيك مشات عند الامير وقابلته في المطعم وتما قتلته بقرطاسه وحده مباشره في عقله في الداخل ديال الحمام المطعم. وفي اخر مشهد من الفيلم كنشوفوا اوفي كيطلع للسطح ديال الماء وكيكتشف ان تايلر مازال عايش واقف قدامه كيتفرج فيه. وهنا نقدروا نكونوا سالينا الفيلم ديالنا. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم خليوا لي شي لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ولا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني ديال الفيلم خليوا لي في الكومنتير. يلا تشاو.